لو انت من الناس اللي بتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وتسكت، فانت حرفيا مضيع على نفسك ثواب كبير جدا. اعرابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله علمني في الاسلام خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فالاعرابي خد الكلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومشي. وهو ماشي بدأ يفكر في الكلام، فرجع للنبي تاني صلى الله عليه وسلم فبيقول له يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه لله فماذا لي انا؟ فكانه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا هستفاد ايه لما اقول الذكر ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له يا اعرابي اذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، واذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، واذا قلت لا اله الا الله قال الله صدقت، واذا قلت الله اكبر قال الله صدقت، ثم قلت بعدهن اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، اللهم ارزقني قال الله قد فعلت، اللهم ارحمني قال الله قد فعلت. فالاعرابي فرح جدا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الذكر ده ومشي. فانت دايما عود نفسك بعد ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كمل وقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، فربنا عز وجل يرد عليك ويقول لك قد فعلت قد فعلت قد فعلت. متخيل بقى انت كنت مضيع على نفسك ثواب عامل ازاي؟ وخليك برضو فاكر ان اي حد ممكن يقول الذكر ده بسببك، فالملائكة تقول لك ولك بالمثل. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الذكر ده لغيرك. سلام.